السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. طبعا في الفيديو اللي فات احنا شرحنا كل حاجة عن القلاية بتاعتنا وقلنا كل المحتويات بتاعت القلاية ايه. النهارده بقى احنا اول تجربة هتكون لينا زي ما عرفتكم من الفيديو اللي فات ان احنا كنا جايبين الفشار وكنا هنحطه فيها علشان خاطر نعمل اول تجربة معانا في القلاية الهوائية، ان احنا نعمل فيها الفشار وهنشوف اذا كانت هتطلع الفشار فعلا حلو ولا لا. اول حاجه نوع طبعا احنا كنا مجهزين الفشار وحاطينه في قلب السله بتاعتنا. هنبتدي دلوقتي ان احنا نركبه في قلب القلايه بتاعتنا وهنشوف اذا كانت فعلا هتطلعه حلو. هتفرقعه كله، هتطلعه محروق، هتطلعه كويس. هنشوف دلوقتي النتيجه بتاعتنا هتطلع عامله ازاي. وزي ما انتم شايفين كده احنا خلاص ركبناه وهنبتدي بقى ان احنا نظبط درجات الحرارة. اول حاجة طبعا احنا هندوس تشغيل، وبعد كده هنعمل علامة البطاطس. علامة البطاطس ان هتديني 14 دقيقة على 180 درجة. طبعا احنا حطيناها اكتر من كده لان انا زودت التايمر. عملت هنا علامة الزائد ديت بتعرفني ازاي ان احنا نعلي التايمر بتاعنا او نوطيه نخليه على حسب ربع ساعة، تلت ساعة، 20 دقيقة، على حسب احنا عايزينه قد ايه. وان هنخليها زي ما هي على 180 درجة مئوية. حابة ان انت تزودي درجة الحرارة براحتك، حابة ان انت تخليها زي ما هي تمام مفيش مشكلة. طبعا زي ما انتم شايفين احنا شغلناها وهنبتدي بقى نسيبها ان هي تلف كده مع نفسها لغاية لما هنشوف بقى اذا كانت هتطلع الفشار معانا ولا لا. عامة هي النتيجة ما ابهرتنيش قوي لان طبعا انا ما خليتهاش ربع ساعة بس، هي قعدت اكتر من كده بكتير. انا كمان زودت درجة الحرارة، يعني بعد 14 دقيقة ما خلصوا عملت كمان نص ساعة، وللأسف ما طرقعتليش الفشار خالص، وكانت النتيجة بتاعتها سيئة جدا جدا جدا. انا طبعا فضلت سايباها لغاية ما الفشار عندي يعني ما شاء الله عليه. هتشوفوا النتيجة بتاعته في اخر الفيديو معانا، وهتشوفوا النتيجة ابهرتني ازاي بجد زي ما هتبهركم انتوا كمان في الفيديو. طبعا هو فعلا بجد استعمال سيء جدا في الفشار، كانت سيئة جدا جدا جدا، ما عجبتنيش خالص خالص خالص. الفشار فضل يعني حوالي ساعة الا ربع بالظبط على بال ما اتحرق، يعني حتى ما فيش واحدة فيها فشورت كده وحسيت ان الفشار بتاعي فرقع. لا لا لا، ما فيش اي حاجة. طبعا بعد ساعة الا ربع لا انا قلت بقى هحط الفشار هبهر. طبعا طلعناها بالمسكة زي ما انتم شايفين، وبعد كده فتحناها زي ما انتم شايفين بالطريقه دي، وهتشوفوا بقى الفشار بتاعنا اتعمل ازاي. يعني دي هي حلوه قوي في التحميص، يعني ده انت لو عندك كيس مكرونه عايزه تحمريه من غير زيت هتحطيه فيها وهتسيبيه بقى ساعه الا ربع ولا حاجه، هتطلع معاكي احلى مكرونه محمره، وهتغلي الشوربه وتحطيه فيها، فهي فايدتها في كده. انما الفشار